يا مساء الجمال على عيونكم يا احلى واجمل متابعين، وحشتوني ودايما بتوحشوني. عشان كده ما اقدرش اتاخر عليكم خالص. الحكايه النهارده جميله جدا وممتعه جدا جدا وكمان لذيذه. يا ريت بقى تكملوها معايا للاخر وما تفوتوش فيها ولا دقيقه. ويا ريت تنزلوا حالا تدعموني باللايك الحلو اللي زيكم، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ويلا بينا نشوف صاحبه الحكايه بتحكي بتقول ايه. صاحبة الحكاية بتحكي بتقول أنا ست سبق ليا جواز مرتين قبل كده، احنا 3 بنات وولد واحد صغير عنده سنتين. من سنتين بالظبط جوزي أبو عيالي توفى، وبقيت ست أرملة. طبعا سايبني غرقانة في الديون اللي عليا حوالي 350 ألف جنيه، وكمان سايبني ب3 بنات، وكنت حامل في الولد وقتها. يعني الصغير دوت ما شافش أبوه نهائي. طبعا في خلال السنتين دول أنا كنت اتجوزت من بعده. مش اتجوزت يعني حبا في الرجالة ولا في الجواز، لكن انا كنت بدور على حد يصرف عليا انا وعيالي. كنت بدور على حد ان هو يسدد لي الديون بتاعتي. اكبر بنت عندي كان عندها 16 سنة، بس ما شاء الله كانت جميلة جدا وفي منتهى الجمال. العود المدملك يعني اللي تحسوها بطاية كده في نفسها. بعكسي انا تماما، انا كنت رفيعة وجسمي جسم فرنساوي، يعني بمعنى اصح الجسم الرفيع قوي. لكن انا بنتي ما شاء الله عليها كانت اجمل مني بكتير، وما فيش فيها ولا غلطة. انا اتجوزت بعد وفاة جوزي، اتجوزت عرفي عشان خاطر ولادي وكده، وعشان برضه كلام الناس. لكن الجوازة دي قعدت 3 شهور بمعنى أصح. خد مزاجه مني وسابني، وهو اللي طلقني. أنا ما كنتش عاوزة أتطلق نهائي، كان نفسي في سند ليا أنا وولادي، ده غير إن هو فعلا كان بيصرف علينا. لكن هو خد نزوته مني ورماني على طول، بحجة إن هو خايف من مراته وولاده يحسوا بالجوازة دي. طبعا بعد ما طلقت قعدت أدور على شغل كتير جدا عشان خاطر أنا أدخل جمعيات وأسدد الفلوس والديون اللي جوزي سايبهالي قبل ما يتوفى. وكمان عاوزة ان انا اصرف على اولادي وادخلهم مدارس واجيب لهم اكل وشرب. في الوقت ده اشتغلت في مصنع ملابس، وطبعا صاحب المصنع كنت حكياله على كل حاجة وعن حياتي. وهو راجل عنده 55 سنة ومتجوز وعنده أحفاد كمان. طبعا حالته المادية كويسة جدا، لكن هو لسه محتفظ بشبابه وكمان جماله. يعني عنده شوية كرمشة كده في وشه، لكن خفاف قوي وبساط، لأن طبعا هو راجل رياضي بيهتم بجسمه وبشبابه، وبياكل اكل صحي، مش بياكل اي حاجه كده واستلام. ودايما بيلبس الوان وجنسات وحاجات من دي، وشايف ان هو ما هوش كبير في السن ولا حاجه، وان الشباب هو شباب الروح، وان السن ده مجرد رقم او عدد في حياتنا كده وخلاص. من كتر ما كنت بقعد معاه وبتكلم معاه كتير، اخدنا ودينا كتير قوي في الكلام مع بعض. وان هو كان معرض، وهو فعلا كان معجب بيا جدا، وعرض عليا الجواز. وطبعا انا كنت مبسوطه جدا ان انا هتجوزه، عشان خاطر انها كانت الظروف الماديه كويسه جدا، وكمان كان هيسددني كل الديون اللي عليا. وهو كمان كان عارف ان انا بتجوزه عشان يسدد لي الديون دي، وعشان خاطر راجل يصرف عليا انا وولادي، مش عشان خاطر يعني حبا في الجواز والكلام ده. فعلا كنا شبه مخطوبين، وعلى طول رايحين وجايين مع بعض. وطبعا الخطوبة دي في سبيل على أساس يعني أمهد الموضوع لعيالي والبناتي بكده. وطبعا كنت أنا وهو هنتجوز عرفي عشان خاطر برضه مراته وأولاده وأحفاده، وأنا كنت راضية بحاجة زي دي، وما كانش عندي أي مشاكل خالص. أهم حاجة إن هو يسدد الديون اللي عليا، واهم حاجه ان هو يصرف عليا انا والعيال. طبعا في يوم من الايام كنت راكبه جنبه العربيه، وكنا راجعين من الشغل، المفروض ان هو بيوصلني يوميا. شاف الموبايل بتاعي وانا كنت حاطه صوره بنتي، كنت حطاها على الشاشه من بره. طبعا اول ما شافها قال لي دي مين؟ قلت له دي بنتي الكبيره، عندها 16 سنه. قال لي بجد دي بنتك؟ قلت له اه والله دي بنتي الكبيره، بكره هتشوفهم وهتقعد معاهم وان شاء الله هتحبهم وهم هيحبوك. لقيته بيقول لي بس دي احلى منك بكتير قوي، خاصة ان هي مدملكة كده. هو ده الجسم والعود اللي انا بحبه واللي انا عاوزه. اقول لك على حاجة حلوة قوي. قلت له اتفضل. قال لي انا عاوزة اتجوز بنتك، وهصرف على الجواز منك وعلى الديون، وهكتب لك او هكتب لها هي كمان شقة، وكمان هسدد لك كل الديون اللي عليك وعلى اخواتها، وهيكونوا ملزمين مني من كل حاجة، وانتي كمان هتكوني ملزمة مني، وهجيب لك ب100,000 جنيه دهب. طبعا أنا كنت مصدومة وقعدت أعيط وأقول له أنت ليه عملت كده؟ طب أنا اتعلقت بيك. قال لي والله أنا حبيت بنتك من أول ما شفت الصورة بتاعتها، وأنا عاوزة أتجوزها من غير ما أشوفها على الطبيعة. طبعا أنا حسيت إن هو بدل ما يروح مني من بين إيديا ويروح كمان من بنتي، أنا أصلا يعني ما كنتش عاوزة إن أنا أتجوز وكده. الموضوع ما كانش فارق معايا كتير،
رحت وعرضت على بنتي وقلت لها على كل الحاجات اللي هو قالها، وإن هو عاوز يشتري لها شقة ويجيب لها شبكة ب100,000 وهيسدد كل الديون اللي علينا. انبسطت جدا وطارت من الفرحة وقالت لي أنا موافقة يا ماما. طبعا بنتي عندها 16 سنة وهو عنده 55 سنة، فرق كبير جدا، يعني هي قد أحفاده. لكن بنتي مبسوطة وفرحانة وخلاص. قلت له خلاص، مادام موافقة وإن هي مش معترضة أنا همشي الجوازة دي. وبدأت أتفق معاها على كل حاجة. لكن اخواتي الصبيان واهلي لما عرفوا بالموضوع عمالين يقولوا حرام عليكي يا بنتك، البنت لسه صغيرة وحرام ترميها في جوازة زي دي، وهي طبعا متجوزها عشان هم عارفين الظروف بتاعتكم، وهياخد غرضه منها وهيرميها بعد كده، يعني مجرد نزوة في حياته. طبعا عرفتهم ان هو هيتجوزها رسمي، بعكس ما كان هيتجوزني انا عارفي. لكن هم برضو رافضين وشايفين ان موضوع الجواز ده هيكون مشروع فاشل. انا بجد دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت شايفه البنت متحمسه للموضوع وفرحانه بكل الهدايا اللي عمال يجيبها لها، وهو كمان فرحان بيها جدا، او بمعنى اصح عاوز يجدد او يرجع لشبابه ويرجع ذكرياته مع بنته صغيره وتكون بنت بنوت. انا ما عنديش اي مانع ولا اي اعتراض، وبجد مش عارفه امشي الموضوع ولا لا، خاصه ان اهلي خوفوني جدا من الحكايه وقالوا لي بعد سنه واتنين هرميلك بنتك وهياخد غرضه منها وهيرميها، وبنتك وقتها هتكون مطلقة وهي لسه بتاع 20 سنة. وفي نفس الوقت بقول لنفسي طب ما انا لو رفضت والديون دي مين اللي هيسددها ومين اللي هيصرف علينا؟ انا بجد محتارة جدا. والبنت عمال تقولي انا مبسوطة بالجوازة دي يا ماما ويا ريتك توافقي وسيبك من اخواتي واهالينا والكلام ده كله. ما دام انا موافقة خلاص. عشان كده من كتر ما انا محتارة بعتلكم الحكاية بتاعتي وعايزاكم تقولولي فعلا كلام أهلي صح ولا فعلا أمشي الجوازة ولا أسدد الديون ازاي؟ ده غير الشقة اللي هيجيبها باسم البنت أو باسمي، ده غير إن هو هيجيب لها شبكة أو دهب ب100,000. وطبعا البنت شايفة كل الهيلمان الجامد ده ومصانع وشركات وعربيات، وعربية الصبح وعربية آخر النهار. يا ريت تقولولي أعمل إيه وتفيدوني. دي كانت الحكاية اللي معايا، يا ريت تكون حكاية فادتكم، ويا ريت كمان تكون سمعتوها للآخر، ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك والقناة، واستنوني في قصة جديدة وحكاية جديدة.